جالنا سؤال من بنوته عجبني قوي 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 قوي، والحقيقه كمان السؤال فكرني بقعده انا ليا انا شخصيا. السؤال كان بيقول ازاي ابقى شخص امبرسيف او ملفت، ازاي يبقى ليا اثر طيب خصوصا في اول قعده ولو كانت مع حد عاجبني، او انا عاجباه او احنا عاجبين بعض. فانا اول لما شفت السؤال ده انا شخصيا ابتسمت، لانه كان فكرني بحاجه. ايه رايك يا رضوى؟ المفروض ابقى عامله ازاي، او ابقى بتكلم ازاي، او بيبقى طريقتي ازاي؟ نمره واحد، انت مش جايه تلفتي الانتباه، فعشان احنا مش جايين نلفت الانتباه فما بنتكلمش كتير، انت بتسمعي اكتر ما بتتكلمي. ده نمره واحد. نمره اتنين، ودي مهمه جدا، طريقه كلامك. طريقه كلامك في رصة الجمل لازم تكون بالراحة، لأنه معروف إن الناس اللي بتتكلم بسرعة جدا بتبقى فاهمة أو بتبقى خايفة إن الناس ما بتبقاش مستمتعة بحديثها، فبتقعد تتكلم كتير كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض علشان تلحق تخلص الجمل، علشان تبقى قالت اللي عندها بسرعة شديدة جدا، فالناس تبقى خدت المعلومة. بالعكس، الثقة في النفس والثقة في الأداء في القعدة والكلام بالراحة. أنا بتكلم وأنا شادة الجملة، بتكلم بالراحة جدا، فكلامي يبان قوي واثق من نفسه ومهم فتسمع. 3، المظهر. أيوة، المظهر مهم، والشخص اللي حضرتك رايحة تقابليه أو بتقعدي معاه عيونه هتبقى من الحاجات أو من الأدوات اللي تلفتي بيها انتباهه أو تبقي مبهرة. فاللبس بتاع حضرتك لازم يكون شيك، بس ما تبقيش اوفر، مش لابسه بقى سنيهات وبراندات وشنط وجزم والوان كتير وقعات كتير ولابسين الدولاب كله. لابسه شيك ديسنت. بصي الاميره بتلبس ازاي، وما فيهوش حاجات مبتذله، ما فيهوش حاجات عريانه، ما فيهوش حاجات شكلي فيها اوفر. فانا قاعده شكلي برنسس، شكلي اميره، فلا تبقي اوفر في لبسك ولا تبقي عاديه ولابسه عادي وبتاع. ببقى لابسه شيك وميك اب، ابقى حاطه بروبر ميك اب او ميك اب مكياج مظبوط، لكن مش اوفر ومش ايلاينر ومش روج احمر ومش هنا كتير، لا، ابقى حاطه مكياج بس. رستخ يا زكي رستخ. نمرة 4، بلاش فكرة ان انا بقى ايه استخف دمي. خد النكتة دي عندك، بقول لك ايه، ده بيقولوا امبارح ان مش عارفه ايه اللي حصل، اسكت يا ابني، ده ها ها ها، بلاش دي، ها ها ها، كفك. لا ماما، لا لا، لانه انت مش شكوكو يعني، او مش اراجوز القعده. بلاش تقلبي شكوكو. شكوكو كان كوميديان عظيم، ده دوره في الحياه. انت مش دورك ان انت تقعدي تقفي وتقولي في نكت وبعدين في الاخر تقولي ها 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 كفك. انت مش صاحبه، مش صاحبه. أرجوكي بنضحك بلذاذة من غير ما نستخف دمنا بزيادة، من غير ما نرمي إفيهات، من غير ما نقول نكت. ونكت لو قلنا نكتة، لو جت يعني المناسبة قلنا نكتة، تبقى النكتة في سياق الحديث وتبقى نكتة مؤدبة. لأن أنا شفت حد بيعمل حاجة أو واحدة بتقول نكتة أنا ما تخيلتش إنها تطلع من بني آدم، ما تخيلش إنها تطلع من بنت. فلما بنقول نكت بنقول نكت إيه؟ على الهادي. بلاش بقى واحنا قاعدين كمان العكس نسهتن. انا تاكلي ايه؟ انا مش باكل، انا اصل انا عامله ريجيم طول الوقت، اصل انا بلعب رياضه وبشرب ميه كتير، باخد بالي من صحتي قوي، وما باكلش غير سلطه خضراء. فممكن سلطه خضراء ولو عليها فراخ تبقى فراخ
مشويه. ها، بلاش الرقه الزياده دي، بلاش. لو انت مش كده بلاش اوعي، بلاش تعملي كده خالص. يعني البنت المفروض انها تبقى بنت، والانثى المفروض انها تبقى انثى، لكن دون افوره. ما تافوريش بدون مبالغه. القعده لازم تكون قعده صحيحه. يعني اولا لغه الجسد او لغه الجسم، عشان تبقي انت مديه امبريشن او مديه انطباع ان انت واثقه في نفسك، فلازم تكوني قاعده وكتافك مرفوعه وظهرك مسنود، قعده هوانم، وما تبقيش قاعده جنبه على نفس الكنبه، او ما تبقوش قاعدين في كرسيين جنب بعض. ها، او تبقي قاعده بقى مريحه كده عليه، او فجاه بقى وهو بيتكلم فيقوم حاطط بقى ايده، قال يعني مش واخد باله. لا. لن تثيري انتباهه بالمره، هو هيمشي من القعده وهيقول يعني ها. لا انا ممكن خلاص. اللي بعديه بقى، بلاش كلام عن انجازاتك. انا لما سافرت قدرت اقنع رؤوس الشعوب بانه انا افخم بنت في العالم. انا عرفت اوقع 10 رجاله بيجروا ورايا. انا الشارع بتاعنا كله بيجري ورايا. انا سنه اولى علمي علوم بيجروا ورايا. سنه اولى حقوق انا يعني خالص لن تثيري انتباهه. هتبقي بالنسبه له يعني بيشفق عليكي، عمال يقول دي مسكينه يعني بتحاول تبهرني وانا مش منبهر. انا كبهير ما انبهرتش. بلاش تعملي كده. بلاش تعرضي خالص ان انت تدفعي الشيك عشان تبيني ان انت قد ايه شخص كريم، او قد ايه انت يعني هتشاركيه الحياه وكده. ها، بلاش خالص يعني لا والله الشيك، طب انا النص وانت النص. ها. هتعوديه على كده لو العلاقه كملت، ده نمره واحد. لو العلاقه ما كملتش هتبقى انت دفعتي فلوس وما فيش موضوع، وهو هياخد عنك فكره ان انت يعني. بلاش تعرضي خالص فكره ان انا ادفع يعني. وفي نفس الوقت ما تغليش، يعني ما تبقيش مغالاه. يعني اول قعده دي الناس ما بتتغداش وما بتتعشاش، الناس يا بتشرب قهوه يا بتشرب عصير، ويعني ممكن معاهم حاجه حلوه. لكن بلاش بقى فكره ايه يلا بقى نجيب غدا والحلو والوحش وكله بقى يتحط على الترابيزه ده. يعني اقول عليكي ما بتاكلش في بيتها وجايه تحقق طموحاتها هنا على الترابيزه عندي. فلا يبقى عندك مغالاه في الطلبات، ولا في نفس الوقت تعرضي ان انت تدفعي الشيك. انا كاتباهم فاضل حاجه واحده. بلاش اسئله محرجه. بلاش اسئله محرجه. انت صاحبت قبل كده ولا لا؟ انت خطبت قبل كده ولا لا؟ انت طلقت قبل كده ولا لا؟ هو عايز يقول اهلا وسهلا، هو مش عايز يقول. دي بتتاجل، نوعيه الاسئله دي بتتاجل ليه بعد كده. يعني بلاش فكره ايه احكي لي بقى عن نفسك واحكي لي عن تاريخك، وانت بقى بيقولوا عليك بقى ان انت بتاع الستات، وبيقولوا عليك ان انت بتاع بنات، بقى عرفت كام واحده قبلي. يعني ده هيبان ان انت خفيفه، بنت او ست خفيفه. فبلاش بقى الحركات دي خلاص. واخيرا بلاش دراما. يعني لو عندك حالة وفاة مأثرة فيكي جدا، لو واحدة صاحبتك انت متخانقة معاها وقطع معاها، لو كان عندك علاقة سابقة والعلاقة انتهت انتهاء درامي جدا، او بمشكلة كبيرة او بخناقة او متخانقين في محامين وفي محكمة وفي اسم وفي كده، بلاش بقى يا ماما. ها، بلاش. يعني المشاركه في الحزن والحاجات دي بتبقى بعدين، لكن ما بتبقاش من اولها. يعني مش من اولها هتخشي تقطعي في فاهمه وتقعدي تعيطي وتتحتفي ويجيب لك مناديل ويطبطب عليكي يقول لك معلش انا هبقى سندك، وبعد لا هيبقى سندك ولا هيبقى ظهرك، هياخد في ديل واسنان ويهرب. خلاص. دول الحاجات اللي حضرتك انا شايفه ان انت ممكن تعمليهم او تتجنبيهم اثناء المقابله الاولى، او ان انا لو عايزه اي امبرس بيبل او ابهر الناس اللي حواليا، او ان يكون عندك حضور وكاريزما. وهزود عليهم كمان ان انت تكوني نفسك، ما تتقمصيش دور حد، ما تمثليش دور حد، ما تحاوليش تعملي حاجه اقل منك او تدي نفسك زي ما بيقولوا اعلى منك. كوني انتي، كوني نفسك. واعتقد دي كان المفروض اقولها نمره واحد. انتي هو انا كده، واللي عايز يحبني كده اهلا وسهلا، واللي مش عايز اهلا وسهلا برضو.
بس كده، ده رأيي وبمنتهى الأمانة.